ورجعت لكم تاني وهتبقى حلقه جدا. انا قلت لكم امبارح ان انا هنزل شارع العرب، وانا محضر علم مصر اهو، كل حاجه جاهزه، وهنزل شارع العرب، وهروح دلوقتي شارع العرب واصور مع المصريين، وهوريكم حياه المصريين هناك، المحلات اللي هم عاملينهم، عايشين ازاي، متجوزين مين، اخبارهم ايه في الدنيا. استنوني والحلقه ان شاء الله هتبقى جامده جدا. يلا خليكم معايا، تعالوا معايا. انا دلوقتي في شارع العرب ووصلت ودلوقتي هنلف الشارع وهناخد لفه وهوريكم المصريين وحياه العرب، وهناخد لفه واصور لكم الشارع بصراحه جميل. فخليكم معايا واستنوني، تعالوا اقلب لكم الكاميرا واوريكم الشارع، وهنخش الشارع ونبدا نتعرف على الناس ونسالهم. يلا بينا. يلا بينا نخش الشارع. اوبا، الشارع جميل يا جماعه، جميل. بيتفرجوا على كاس العالم اول ماتش بيشاهدوه، ومطعم اول مطعم لقيناه اهو، بس مش عارف اسمه ايه. بيتهيألي الشاب اللي واقف ده مصري، لسه هنتعرف عليه. تعالوا نتعرف عليه كده. معانا شابين اهم، ومعانا شاب مصري اهو. ازيكم؟ من مصر، واول شاب هنستضيفه وان شاء الله هيعرفكم قصته وجه امتى. اسمك ايه؟ عهدي. اسمه عهدي. بقالك قد ايه هنا يا عهدي؟ بقالي هنا 2.5 3 سنين كده. شغال ايه يا عهدي؟ شغال في حاجات كتير، سياحة، عقارات، خدمة عملاء كده يعني. وبرضه هنا انا طالب اصلا، في الاساس طالب طب اسنان. يعني هو دخل جورجيا، عايز اقول لكم ان هو دخل جورجيا عن طريق الدراسة وعجبته القعدة، فالحمد لله ان هو قاعد بطريقة رسمية ولا غير رسمية؟ لا اكيد رسمية طبعا. هو صح، كل المصريين اكتريتهم من غير كذب قاعدين بطريقة رسمية. يا رب ما نكونش بنكذب. تحب تنصح ايه لاي حد عايز يجي هنا ويشتغل ويقعد في جورجيا؟ والله جورجيا من احسن الدول هنا، بس للسياحه والدراسه، بس للمقيمين يعني مش قوي، لان فرص العمل هنا مش كتير. شغاله في الصيف بس الشتاء لا. بس الحمد لله العيشه هنا كويسه يعني، والواحد مبسوط هنا الصراحه. يمكن مدخل لدول اوروبا الشرقيه. والله كلامك حلو. طب عايز اسالك سؤال، هي الحياه هنا رخيصه ولا غاليه بالنسبه مثلا لدول تانية زي تركيا، ارمينيا، الدول اللي حواليكم؟ لا، هو ممكن هنا ارخص من تركيا بكتير في الايجار والاكل والشرب. هو يمكن الايجار هنا غالي شويه عشان الرز جم من ساعه الحرب وكورونا وحاجات كتير، بس اسعار السلع الغذائيه في المعتاد 100 150 200 دولار تكفي اكل وشرب يعني. طيب لو حد جاي بيفكر عايز يجي وعايز يبدا حياته من الصفر، وعشان ان هو مثلا يجي يتجوز وياسس حياه وياسس اسره وياخد باسبور، تحب تجاوبه وتقول له ايه بما انك قاعد هنا بقالك كتير وعارف؟ والله الحياه هنا صعبه مش سهله. ممكن الناس تبقى متوصله فاكره ان دي الفكره السهله جدا ان كل حد، انه بس محتاجه مجهود كبير ومحتاجه حظ كمان، لان ساعات الحظ لازم يخدمك انت تلاقي زوجة كويسة، ومحتاج يخدمك انت تلاقي شغل كويس، بس محتاج ان انت مجهود جامد يعني. مش سهلة، ممكن تتحقق بس مش سهل. انا قاعد هنا بقالي 2.5 سنين بس الحمد لله مش متجوز. طب مش ناوي تتجوز واحدة من جورجيا؟ اتمنى ربنا يكرمني بزوجة كويسة، لو لقيت الست كويسة ليه لا، مفيش مشكلة، بس لحد دلوقتي لا. يعني معنى كلامك البنات المصرية لا؟ لا، مصر ام الدنيا. وانا لو عن مصر نفسي ام الدنيا يا جماعة، بنت بلدي اولى بيا. طب وبما ان احنا في جورجيا بس برضو جبنا علم مصر اهو، وان شاء الله هنكمل معاكم. تحب تقول حاجة أخيرة عادي للمصريين؟ كل تحياتي لأهل مصر، انا من المنوفية بلد المنوفية يا جماعة. كل تحياتي، ومفيش حاجة وحشانة أكتر من مصر طبعا، وإن شاء الله أنزل قريب بإذن الله. بعيدا عن عادي يا جماعة، عادي من المنوفية بس هو مش بخيل على الله. لا والله بصرف هنا كتير. إن شاء الله خليكم معايا وهنكمل وهنشوف بقية المصريين وبقية العرب اللي قاعدين هنا. أنا دلوقتي هناخد لفة في بقية شارع هجيلك هناخد لفة في بقية شارع جورجيا، شارع العرب، واصور لكم الشارع.
اديله يا رشدي. بتعمل ايه يا عم الحاج انت مجنون انت؟ انا دلوقتي يا جماعه في احد المطاعم نقدر نقول شبه المصريه في جورجيا، في قلب شارع العرب في جورجيا. زي ما قلت لكم هتدور بس على شويه مصريين وشويه عرب، ومعاكم واحد مصري اصيل اهو. بص من شكله اهو باين. اسمك ايه؟ حبيبي جورج. جورج منين في مصر يا جورج؟ انا من الغربيه. من الغربيه طنطا ولا سانتا صح؟ طنطا. بقالك قد ايه هنا يا جورج؟ بقالك في جورجيا؟ والله بقالي 10 سنين. بقالك 10 سنين هنا؟ أكيد. بس بنزل وباجي يعني مش طب الناس اللي نزلت مرتين قبل كده اجازات يعني؟ بنزل وباجي. متجوز اكيد من جورجيا هنا؟ طيب الناس اللي بتسأل انا لو جيت جورجيا، انا لو قعدت، انا لو دورت على شغل اقامة مش عارف ايه، هاخد الباسبور اتجوز، القصة دي تحب تقول لهم ايه؟ لا وبص، هو الاقامات هنا صعبة ما عادتش زي الاول يعني. دلوقتي كل اللي جاي وعاوز يعمل اقامة بيستسهل فبيعمل لجوء. بيستسهل ويعمل لجوء. عشان الاقامات هنا صعبة. اما الاقامات بتبقى بقى تبع العقارات، طلاب بياخدوا اقامات برضو. الجواز بس بتهيألي الجواز في الفترة دي بتهيألي صعب. ولازم تبقى مثلا متجوز اقل حاجة مثلا 3-4 سنين ومخلف عشان يدوك اقامة وكده. عشان يرضوا يدوك مثلا اقامة دايمة ولا مؤقتة؟ لا بيدوك اقامة دايمة بقى. بعد قد ايه؟ بعد مثلا انت 5 سنين يعني. انا مشكلتي انا اتجوزت مثلا هنا فمرضوش يدوني اقامة. كل ما اقدم عليها اترفض. كنت لازم انزل مصر واجيب فيزة لم شمل وارجع تاني. قصة حزينة. قصة كبيرة. جيت هنا من 10 سنين، ايه المجالات اللي مثلا ممكن تكون حلوة في جورجيا او ممكن تبدأ فيها لو واحد لسه جاي هيبدأ؟ بص، من 10 سنين غير دلوقتي. الدنيا اتغيرت. يعني اصلا من 10 سنين الشارع ده اصلا ما كانش موجود. شارع العرب ده ما كانش موجود. يعني لسه حديث في جورجيا. لسه 2018 كان الشارع ده شغال. يعني ما بقالوش بالظبط بتاع 5 سنين بيبدأ يقول بسم الله. بس قبل كده بقى كنا بنتصرف يعني. كنت انا فاتح مزرعة دواجن وفتحت مزرعة خرفان واشتغلت برضو في الصيانات وكده مصري اصيل زي ما بقول. اشتغلنا كل حاجه. سبحان الله طول عمره ربنا مديله موهبه ان هو ما بيغلبش. هو لازم يعمل اي حاجه عشان يقدر يعيش هو والاسره بتاعته. لازم انت عارف يعني لازم نشتغل. بدأت من الصفر يا جورج. الحمد لله. حتى الشباب لو مثلا واحد جاي يشتغل يروح ينام في هوستل ولا كده ب20 ليرة في اليوم. 20 ليرة يا جماعة، العملة هنا هتضربها يعني ب9. $200 في الشهر. يعني معدل مثلا ال20 ليرة هو بيتكلم مثلا لو هأجر هوستل أقل حاجة في جورجيا اللي هو مثلا مش هقعد مع شقة مع صحابي مع شوية عرب مع شوية مصريين، ده هوستل مكان غريب ممكن مع ناس كتير من أنحاء العالم. أقل حاجة اليوم ب20 ليرة. 20 يعني ب9 جنيه مثلا، تضرب في 9 على 9 صح؟ ب9 الليرة؟ 9 حوالي 6. لا غلي انت مش متابع على لا مش متابع. هتضرب في 9 عامل لك حوالي اقل اوضه في اليوم ب 200 جنيه او 180 جنيه، مش هتقل عن الكلام ده يا جماعه. وبعدين هنا يعني مثلا لو جه يشتغل يعني اكتر مرتب هياخده 50 ليرة مثلا. 50 ليرة يعني معدل 1000 لو هو معاه صنعة مثلا كمان. اما دلوقتي لو واحد جه يشتغل عادي كده في مطعم كده 30 ليرة يا دوبك مش هيكفوه اي حاجه. مش هيكفوا بقى اجرة هوستل ولا اجرة بيت ولا اكل ولا شرب ولا ايه بالظبط ولا سجاير. فاهمني؟ الموضوع هيبقى صعب لا هيبقى صعب. يعني جورجيا مش زي ما انت فاكر يعني اوروبا وكده وتيجي تعبي شوية فلوس وتنزل مصر. لا ما عادش. لا ما فيش الكلام. الموضوع هنا مختلف. الناس هنا بتنام بتهيألي الساعة 8-9 كله بيقفل. كله بيقفل. احنا هنا بس الشارع الوحيد اللي بيسهر بنقفل الساعة 1-2. العرب سبحان الله معروفين دايما عالم صياع بيناموا الفجر. مش ازاي الاوروبيين هنا يا جماعة. جورجيا اللي عاوز يجيها يجي سياحة. ما يجيش يفكر في شغل. بس انا عايز اسألك سؤال اخير. مصر وحشتك بالامانه؟ اكيد طبعا. الدنيا زي ما الناس بتقول. لا ما تخافش، مش عشان احنا لا والله وحشتني. انا بفكر انزل والله. مفاجاه من مصر يا رب كده تعجبه. هات كده المفاجاه الجميله دي. عايزين نفكروا انا قلت جايب لي السيسي.
رئيس بلدنا وعلم بلدنا، وفعلا يا جماعه احنا بنحب مصر جدا. مصر ام الدنيا، ومصر في قلب جورجيا. اهلنا اهلنا وناسنا واصحابنا، يعني لازم. تعالوا نشوف يا جماعه الحلاق ده، هل هو عربي ولا هل هو جورجي؟ هلا يا عربي. طلعوا عربي يا جماعه. هلا يا حبيبي. عاملين ايه يا شباب؟ منين يا شباب؟ من العراق. من العراق. ايران حبيبي. من ايران؟ ايران ايران. 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 شو الاخبار؟ الحمد لله. شلونك ان شاء الله؟ الحمد لله، كل الشباب اللي عندنا هنا طلاب موجودين. لو في حلاقين مصريين كانوا بيسالوني لو انا جيت في جورجيا ينفع اشتغل؟ الشغل فيها سهل؟ الكلام ده يقدر يشتغل. يجوا يشتغل؟ يقدر يشتغل. المتوسط مثلا السعر بتاعه ايه مثلا لو هياخد في اليوم كصنايعي؟ على حسب الدخل اليومي، الطلاب اللي عندنا الموجودين كم دخل. يعني بالايام الاولى يقدر يحصل صعوبه شويه لما يكون زباين، وبعدين انه اموره تمام الحمد لله. تمام. الاسعار هنا في جورجيا رخيصه ان الواحد يقدر يقعد ياكل ويشرب اسعار مناسبه ورخيصه. انه هسه بعد الاوضاع السياسيه اللي صارت شويه ارتفعت مثل ما تقول، صار في ارتفاع. الناس اللي بتسال لو انا جيت جورجيا هقدر اقعد واتجوز واعمل اسره وبيت والقصه دي، ولا تنصحهم بايه؟ الكلام ده مظبوط موضوع ولا الزواج لا مش مظبوط صح؟ يعني ياخدوا الباسبور صعب لا الباسورد صعب. موضوع الباسورد صعب. انا واحد من الناس المتزوجين. انت اتجوزت هنا في جورجيا؟ صار لي 9 سنوات. ما شاء الله عليك. وعندي ولد والحمد لله. الحمد لله. والجنسيه صعبه. صعب. لان قانونها صعب انه لا تتخلى عن انه يا تتخلى عن جنسيه الام او انه تمتحن الامتحان الوطني. الامتحان الوطني انه هو المواطن نفسه ما يقدر ينجح به. ما يقدرش. اللوجو يا جماعه مستر وعد وصاحب اللوجو اهو، مش غريب عنك اهو حبيبي. بتقول ايه لاخواتك العرب والمصريين؟ حبيبي حياهم الله، وهذا بلدهم، واي شيء يحتاجونه احنا موجودين. انا جبت لك حاجه من مصر حبيبي انت يا عمنا، احنا ناس واطيب ناس مصر يا عمنا غالي انت. علم مصر يا جماعه من قلب جورجيا، من قلب جورجيا. علم مصر في قلب احد المحلات الكوافيرات الجميله. الناس اللي بتحلق هنا يعني، حتى بص صاحب المحل لذيذ ازاي وحلاق جميل ازاي. واحنا ماشيين يا جماعه قابلت شاب لذيذ اسمه اسماعيل. منين يا اسماعيل؟ من الأردن. بقالك قد ايه هنا في جورجيا؟ قاعد لي 2 سنين. بتعمل ايه في جورجيا؟ طالب. جيت ان انت هنا طالب؟ ايه رايك الحياه هنا في جورجيا؟ والله في اماكن سلبيه وايجابيه. بمعنى يعني انه في كاس مليان وكاس فاضي، انت على حسب المكان اللي هتطلع عليه. زي ايه بالظبط؟ يعني معنى كلامك حاول تفسر شويه عشان في ناس انت عارف عندنا بيحبوا يفهموا اكتر ويستفسروا اكتر. من ناحيه ايش بالظبط؟ من ناحيه مثلا الحياه هنا في جورجيا. طب انا لو جيت مثلا كطالب هل بعد اعرف اشتغل؟ الحياه مثلا اكل والشرب هيبقى رخيص، هصرف كتير ولا لا؟ هي بالنسبه اصلا قبل حرب روسيا واوكرانيا كانت الحياه حلوه يعني. انا ملاحظ ان معظم الناس يا جماعه هنا بيقولوا ان من ساعه الروس والاوكران لما جم كل حاجه غلت، يعني ده اللي اتقال لي بصراحه. نعم صحيح، يعني انه هنا كان عندك $300 تعيشك ملك. $300 بس؟ $300 كان تعيشك ملك. الان $300 يعني اهو تمشي وكده، مش هيعملوا لك اي حاجه. بالنسبه للسكن كان يعني سكنات في سوبرتالو في قلب العاصمه جنب الجامعات، كان الايجار $450 وغرفتين وصاله.
الان وصل 1500. يا نهار ابيض، الموضوع هنا صعب فعلا. وبالنسبه لانه جاي انه يشتغل هنا، اليوميه عندك ب 40 لاري باليوم. 40 لاري يا جماعه، 40 لاري يعني قليله جدا. 40 لاري هنا طبعا دوام من 11 ل 11، من 11 الظهر ل 11 12 ساعه. 12 ساعه الشغل عندهم 12 ساعه يا جماعه زي عندكم في مصر. تحب تقول كلمه اخيره لاخواتك المصريين واخواتك العرب، بما ان كمان معانا علم مصر، تحب تمسكه وتقول لهم اخر كلمه؟ مصر ام الدنيا. مصر ام الدنيا يا جماعه، ما تفرطوش فيها، ما تفرطوش فيها. هو ده نصيحه، ونصيحه مني كمان ليكم. بلدي انا فعلا بحب بلدي جدا. انت في بلدك لازم تنمي بلدك، تكبرها فعلا. مصر ام الدنيا يا جماعه. اسمك ايه؟ محمد. محمد منين في مصر يا محمد؟ من اسكندريه. من اسكندريه حبيبي. بلد شارع البحر. شارع البحر. شارع البحر يا جدع حبيبي. بلد قد ايه هنا في جورجيا؟ يعني كده يعني بتاع سنه ولا حاجه، مش قوي. بقالك سنه هنا؟ اه. بتعمل ايه هنا في جورجيا؟ والله كنت بدرس يعني، ودلوقتي بشتغل يعني، فاهم ازاي نلقط رزقنا. بيلقط المصريين يا جماعه والجماعه. ايوه حبيبي. تحب اي حد تنصحه تقول له ايه لو عايز يجي هنا مثلا يدور على شغل، يستقر، يتجوز، الكلام اللي انت عارفه ده؟ والله العظيم يعني شوف يعني الامانه الدنيا هنا حلوه قوي، فاهم ازاي؟ حلوه من ناحيه لازم انت تفسر للناس عشان الناس تعرف. اما انا جديد اول مره حد يحصل معايا كده، مش واخد بالك. عشان كده ايه الجامعه والله يا اخويا هنا يعني حلوه قوي، والعيشه هنا حلوه، فاهم ازاي؟ من ناحيه انه النظافه، الجمال، الاسعار. الجمال يا زميلي انت شوف. خلاص عشان بتاع حبيبي والله. نسوان. ايوه حبيبي. ايوه بس وخلاص والله الاستقرار هنا حلو قوي، يعني العيشه هنا رخيصه، فاهم ازاي؟ بس يعني والنسوان. ماشي يا زميلي، النسوان ماشي. عايز اسالك الناس اللي هي مثلا شغاله هنا، مثلا انت طالب، ان لا احنا هنقول مثلا الناس اللي هي مش طالب، اللي هو جاي شغال هنا، صح. اليوميه بتاعته في اخر الشهر هتكفيه اكل وشرب وقعده؟ عشان ناس كتير كلمتني في الموضوع ده، انا لو جيت جورجيا هعرف اوفر فلوس احولها على مصر؟ لا والله يا زميلي، ده يعني يا دوبك العيش على قد. يا دوبك العيش على قد، بس يكفي انه بس ياكل ويشرب بس بالعافيه، تكفي يا دوبك. والله يا دوبك ايجار وسكن واكل وشرب. كمان السكن ما يكفيش، مش واخد بالك؟ السكن يعني هنا غالي قوي بعد الازمه. الازمه. مثلا السكن يعني تلاقي اقل شقه ب 250 300 دولار في الشهر. ابيض. الاسعار يعني حاجه يعني حاجه قد كده، مش يعني حتى مش بعد طبعا الحرب. بعد الحرب. قبل الحرب كانت انظف شقه في جورجيا كلها 300 350، انظف حاجه، مش مكمله، رخيصه، مش مكمله. رخيصه قوي. تحب تقول ايه للمصريين والعرب اللي عايزين يجوا هنا؟ والله احب اقول لهم يعني جورجيا حلوه. الكاميرا، ايوه بص للكاميرا وقول لهم جورجيا حلوه قوي والله يا جدعان، اذا عايزين تيجوا يعني سياحه وكده وبتاع، بس يعني الاستقرار او ما صحش فيها قوي، فاهم ازاي؟ وللدراسه وكده الدنيا حلوه ان شاء الله، ان شاء الله تعجب. هو ده كل اللي انت عايز تقوله؟ مصر مش وحشك؟ على الخفيف يعني والله. ايوه على الخفيف والله العظيم. مش طب مصر وبناتها اذا كان كده ماشي، اذا كان كده جبت لك حاجه من مصر كده هتفكرك بيها. امسك كده. هات العلم. علم مصر يا جماعه، علم مصر في قلب جورجيا. حبيبي والله. محمد مبسوط بعلم مصر. ايوه كده يا جماعه، احنا في جورجيا في شارع العرب ولسه مكملين معاكم. تحب تقول كلمه اخيره يا محمد؟ حبيبي والله يا زميلي، ربنا يخليك، احسن ناس والله. مبسوط ان انا قابلتك النهارده. يخليك حبيبي والله. انا اكتر حبيبي. الكلب ده قاعد حزين ليه؟ اي ماي فريند، قاعد حزين ليه؟ مين اللي مضايقك؟ يو
ورجعت لكم تاني يا جماعه من احد المطاعم هنا في شارع العرب في جورجيا، ومعانا شخصيه عربيه ولسه نتعرف عليها. اسمك ايه؟ محمود ابو الحاج الاردني. منين يا محمود؟ من الاردن. ساكن نعم. فين في الاردن؟ ساكن في عمان ضاحيه الاستقلال. مدينه عمان. بقالك قد ايه هنا في الاردن؟ صار لي سنه تقريبا. نعم. سنه؟ نعم. جيت جورجيا ازاي؟ تقدر تشرح لهم؟ والله انا كنت بالاردن وسمعت عن دوله جورجيا انها دوله فيها فرص جميله بالاستثمار والسياحه. تمام. فرص العمل في السياحه والاستثمار السياحي، وقررت اجيها والله، وصار لي سنه قاعد فيها والامور طيبه الحمد لله. يعني بداوم او ماسك استراحه في جورجيا. تمام. والامور الحمد لله ماشيه. انا ملاحظ ان ما شاء الله يعني اخواتنا العرب والمسلمين والمصريين 3/4 عاملين هنا مطاعم، كوافيرات، المجالات اللي هي تقدر تقول ايه 3/4 انا بحب اشتغل فيها السياحه. نعم، اللي هي السياحه، هي دوله اصلا سياحيه وهم بتعتمد على السياحه. مردودها من السياحه، هذا اول شيء. ثاني شيء مهم الكل بده يعرفوا انه جورجيا بتتيح للجنسيات العربيه اقامه لسنه كامله. اقامه سنه 12 شهر. نعم، لبعض الجنسيات العربيه مثل الجنسيات الاردنيه لازم أن يكون معاه مثلا مطعم او حاجه عشان تديله اقامه. لا مش اقامه، هي اسمها فيزا اقامه. فيزا اقامه لسنه كامله. هي الدوله الوحيده يمكن بالعالم كله بتعطي بعض الجنسيات العربيه لسنه كامله اقامه. سنة كامله. نعم. نعم. تحب تنصح ايه الشباب العرب لو هم جم مثلا جورجيا يدور على شغل، فكر يتجوز، فكر يستقر، تحب تنصحه بايه؟ انا بنصح قبل ما يفكروا بالشغل اي حاجه يجي على جورجيا يشوفوا الطبيعه فيها ويشوفوا الجو الرهيب واللمه الحلوه هنا. وصراحه نسبه العرب كثير، يعني هي جورجيا عباره عن 3 ملايين نسمه. بس الاوكران والروسيين زودوهم الصراحه. من اي ناحيه؟ من ساعه ما جينا بعد الحرب مالناش فيهم خالص، احنا لنا بنفسنا والله. الحمد لله يعني. بنصح الكل يجي هنا اول شيء سياحه، يشوف الطبيعه، وبعد كده يشوف اذا حب يدخل مجال الاستثمار، موضوع الاستثمار، موضوع السيارات، موضوع السياحه هنا يعني كثير شيء رهيب وراقي. نعم. من اي ناحيه؟ جواز؟ لا سهل جدا عادي، بس مش حتى لو تزوجت من فتاة جورجية في عدد سنوات مفروض أنت تقضيها داخل الدولة الجورجية حتى تحصل على الجنسية، وفي موافقات أمنية وتصريحات أمنية اللي تسمح لك أنك تأخذ الجنسية. يعني مش بهالسهولة هاي، لأنه جورجيا من الجوازات اللي بتعطيك دخول الدول الشنغن، دول الاتحاد الأوروبي. الباسبور بتاعك قوي. نعم. مثلا ممكن تجيب سيارة إيجار زي أوبر أو إيجار عادي، تستأجرها من أي محل تأجير سيارات ب70 أو ب80 لاري حسب شو نوعية السيارة، وتشتغل عليها وتطلع مثلا في اليوم $50 $100 زي الفل. تحب تقول ايه لاخواتك العرب والمصريين من قلب جورجيا؟ من قلب جورجيا. بحبكم يا جماعة ومشتاق لكم والله، مشتاق لبلدي الأردن، مشتاق لفلسطين، مشتاق لكل الدول العربية، والتحية مصر العربية حرة أبية. أنا جبت له يا جماعة حاجة كده من مصر هتفكروا بيها، خدها اهي، جايب لك مفاجأة كده تتصور معاها. مصر تحب تحيا مصر تحب تقول ايه لاخواتك المصريين؟ مصر ام الدنيا، هقول لها ايه؟ مصر ام اجدع ناس والله. انا رحت الاسكندريه، رحت اسيوط، وريهم العالم المصري. تحيا مصر من قلب جورجيا يا جماعه. Egypt in Georgia. Welcome Egypt in Georgia. وجورجيا بلد جميله، وان شاء الله اتمنى ان اي واحد هنا يجي. وشارع العرب واخواتكم هنا الاردنيين واخواتكم المصريين هنا يا جماعه عاملين شغل جامد جدا، وعندهم كافيهات وعندهم مطاعم، اتمنى ان انتوا تزوروهم، اتمنى ان انتوا تاكلوا عندهم، اكلهم جميل. انا عن نفسي جربت اكل من مطعم اردني قدام، بصراحه الاكل بصراحه تحفه. مطعم اردني ما جربش من عندنا ليه؟ هجرب. تحب تقول ايه يا محمد لاهل مصر والعرب؟ بقالك قد ايه هنا في جورجيا؟ شهرين ونص. بقالك شهرين ونص؟ في جورجيا؟ الحياه هنا صعبه ولا سهله هنا في جورجيا؟ الحياه حلوه بس ناقصه شويه صعبين. يعني تفتكر ان انت مثلا اي حد بيفكر يجي هنا ويشتغل ويأسس حياه ويأسس اسره تنصحه بايه؟ يشتغل صعب الشغل صعب في جورجيا. ليه؟ صعب في جورجيا الشغل. ليه؟ ايه المجالات هنا مثلا المتوفره في جورجيا؟ ممكن يستثمر، ممكن ياخذ محل ملك،
انت قصدك هنا كلها ايجارات، ماشيه بالايجارات؟ ماشية بالإيجارات اه ماشية باليومية. انت مستحيل يحصل شغل. مستحيل يحصل شغل؟ في حالة واحدة، ايه هي؟ إذا كان عنده إقامة لو كان عنده اقامه يا جماعه، أو عنده باسبور جوي. بس انا سمعت بس ان اي حد بيجي هنا يشتغل ما بياخدش باسبور من الجواز، الكلام ده صحيح؟ صحيح. تحب تقول حاجه اخيره للمصريين والعرب يا محمد؟ محمد سعودي يا جماعه بالمناسبه هو بيتفرج على ماتش السعوديه كاس العالم. السعوديه ولا ماتش المغرب؟ كرواتيا والمغرب. كرواتيا والمغرب يا جماعه، انا نسيت صحيح. السعوديه كان امبارح وبصراحه نسور كرتاج كانت مودعه يعني مبدعه الدنيا والله. مش هنقول فشخت الارجنتين بس حطت على الارجنتين فعلا، حطت عليهم صح؟ انا احمد من الاردن يا اخوي، 5 سنين يا اخوي عايش هنا. 5 سنين يا جماعه هنا بدرس طب اسنان وفتحت محل الحمد لله رب العالمين. الحياه حلوه، امن امان. يعني لما يكون يجي شيف من بلدنا بتكون الفرصه عنده اقوى. معنا الشيف محمد هون من الاردن، بحكي لك شوي عن الموضوع. انا الشيف محمد يا جماعه برضه من الاردن. تحب تقول ايه لاخواتك المصريين والعرب؟ يا حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم مطعم بيت المنسف في جورجيا. واي اكله عربيه حابين تاكلوها موجوده عندنا. اكل اردني، منسف، مقلوبه، اوزي، مندي، برياني، موجوده عندنا. بتشرفونا مطعم بيت المنسف. شارع العرب يا جماعه، شارع العرب، مطعم الاردني. يا جماعه اصور لكم كده المطعم من بره وهصور لكم المطعم من جوه، وبصراحه حاجه تحفه، حاجه جميله من اخواتنا بصراحه الاردنيين يا جماعه. كل الاكل لسه بيتجهز، التجهيزات والناس محترمه جدا والحاجه كلها مترتبه والمطعم اخر فل. ربنا يكرمكم باذن الله. تحب تقول ايه اخر كلمه اخيره؟ اهلا وسهلا فيكم اخواتنا العرب المصريين، اهلا وسهلا فيكم في جورجيا، واحنا جاهزين لتقديم اي خدمه بتحتاجوها من سواء من طعام وشراب